عندما وصف هذه الملحمة التاريخية قال حاربنا من أجل السلام، والسلام الذي يستحق أن يوصف بهذه الكلمة هو السلام القائم على العدل، وليس السلام المفروض بأمر الواقع، لأن السلام المفروض بالأمر الواقع لا يدوم. ومصر من خلال هذه الحرب حققت نقول بداية تاريخية للعملية السياسية تاريخيا. كيف تصف هذا الأمر، وإزاي إن احنا نستلهم روح أكتوبر في ظل ما تمر به مصر من تحديات الآن؟ اتفضل يا فندم. اسمحوا لي أقف. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية إعزاز وتقدير مني ومنكم لهذا الملتقى الشهري. إذا حبيت أعرف نفسي أولاً من عشاق هذا الملتقى الشهري زي حضراتكم جميعاً. محمد ربيع محمد مصطفى، مهندس الصواريخ المضادة للدبابات في 73 ومحارب باستنزاف في مدفعية، وأنا جندي مجند في القوات المسلحة. دكتور ناهد أولاً حطتني في إطار مع قيمة وقامة من أساتذة التاريخ والتأريخ. أستاذنا، دكتورنا، دكتورتنا، أستاذنا والفنان القدير العظيم المثقف اللي أنا بسعد لما بجد إن أنا معاه دائما، الفنان طارق دسوقي. الفرقة الموسيقية اللي بتعيشنا روح أكتوبر وما قبل أكتوبر. قبل ما أتكلم في أي شيء، تهنئتي لقادتي وأساتذتي وزملائي في ملحمة تحرير أرض سيناء، فتحية لهم جميعا، وتحية لكل من توالى بعدنا. نحن استعدنا الأرض وأنتم ستحافظون عليها من جيش وشرطة وشعب وامرأة. أنا قعدت مجند سنة، كنت تحت قيادة المشير عبد الحليم أبو غزالة، ساعتها العقيد عبد الحليم أبو غزالة قائد مدفعية الفرقة الثالثة مشاة، وكان يقول إيه؟ يلا ننصب المصيدة. معلش أنا هبعد شوية عن سؤال الدكتورة وهخش عليه. يلا ننصب المصيدة. المصيدة يعني ناخد اللواء ونطلع على قناة السويس. أنا لو كان أنا معايا فيديوهاتي، معايا صوري، معايا خرايطي، وإن شاء الله بإذن الله في وقت ما هكون تقريبا عاود هذا الكلام. قناة السويس هي قسم مصر إلى جزئين أساسيين من قلب العالم، غرب القناة وشرق القناة. شرق القناة السبعة بتاعتنا، الدلتا، النيل الشرق والغرب، شبه جزيرة سيناء، الأرض المقدسة التي مر عليها سيدنا إبراهيم، السيدة هاجر، السيدة سارة، التي مر بها سيدنا يعقوب وأبنائه وقبلهم سيدنا يوسف، مر بها سيدنا موسى، مرت بها العائلة المقدسة. وكما قال الأستاذ الدكتور دائما، إما غزو من الشرق وإما افتتاح من الشرق. الأساس عدا معركة المنصورة، عدا معركة فريزر مع الإنجليز في اسكندرية، عدا أنا طبعا بعد كده كان هقطع حاجة وأقول حاجة محددة. إحنا قابلنا الجانب الصهيوني 4 مرات في هذا العصر الحديث، لكن هم بيجهزوا لنا من 1897 في أول مؤتمر صهيوني عالمي لاحتلال أرضنا، عشان نبقى فاهمين. ثم بعد كده 1917 وعد بولفو، أعطى من لا يملك وعدا لمن لا يستحق. لا الإنجليز في انتدابهم على فلسطين يملكوا أرضنا، ولا هم يستحقوا نكافئهم. من هم هؤلاء؟ السفاحين، القتلة، المجرمين. لن ننسى وما أشبه اليوم بالبارحة مدرسة بحر البقر، وما زال دماؤها تسيل على قراص أبنائنا. ما أشبه اليوم. هم الصهاينة، هم قتلة السفاحين المجرمين. قعدوا يعدوا نفسهم من 1917 واحنا كغثاء السيل
شويه الرغوه اللي فوق الشاي. دخلنا في 48، دخلنا في 56. انا بسرعه عشان انا عارف ان الوقت محسوب. دخلنا في 67 وكان ل 67 نتائج محدده، هقول منها مجموعه من النتائج. تدمير 100% او 90% من سلاح الجيش المصري وطيران. ده مش تسقيفه، بس لازم تفهموني. تدمير معنويات وشعب الجيش المصري، تدمير اقتصاد مصر، واهم من هذا كله احتلال بقعه غاليه من قلب مصر هي شبه جزيره سيناء. هل والله نقبل هذا؟ انا بعد ما خلصت دخلت المعهد الفني، قعدت سنه. لما في 67 نتيجه لهذه النتائج كان لابد من وقفه ان يعاد تسليح الجيش المصري، اللي هو بقايا من الحرب العالميه الثانيه، اللي هو مع كل احترامي ومع كل تقديري اننا حاربنا بالسلاح الروسي، لكن كنا بناخد على القد. مش عايز اقول طرد الخبراء الروس في هذه الجزئيه، لازم جزئيه متضاده. حينما مش هقول طرد، حينما خرج الخبراء الروس من عندنا اللي علمونا ونعترف لهم بالفضل، كان سببين وشيء متضاد. ان لا يدخل كما قال الاستاذ دكتور لا نحارب ومعنا احد، هو الجيش المصري العظيم، الجند المصري العظيم اللي وراه عظيمه، اللي وراه ست عظيمه، اللي ربطت على بطنها في 67 وطلعت الفرمه من اللقمه من فمها لابنها على خط النار. تحيه للامه المصريه والمرأة. الحاجه الثانيه، اسرائيل قالت الله الراجل بيمشي الخبراء بتوعه، ده مش ناوي يحارب. دي اكبر خطه خداع حصلت في العالم. فبقى لا احنا هنحارب وفي نفس الوقت لا ده والله احنا هنحارب بس برجالتنا. بعدها من اعداد الدوله للحرب، الجندي المصري الحديث الجديد اللي هو مؤهلات عليا، اللي ما كانش بيؤهل ولا يجند عشان يستوعب الاسلحه اللي عندنا. فكان ده اول شيء. اعداد الضابط فيما هو على قد السادات قال ايه؟ على قد اللي عندنا هنحارب، بامكانياتنا هنحارب، اعطوني جزء. ارجو ان يكون في بعض الامور راي خاص لي، لان انا قاعد هنا بين كوكبه يعني ما شاء. ف طلعت من اوائل 20 اوائل في المعهد الفني، طلعوا ال 20 الاوائل الى السفر لاعداد على تجهيزات واسلحه جديده مختلفه. ال 20 كان كل 3 تخصص، انا والمرحوم علي سلمان رحمه الله عليه والمرحوم محمود عبد العظيم رحمه الله عليه، وتحيه لهم جميعا. يعني انا كنت طلعت بدرس علوم الصواريخ في كليه الهندسه العسكريه في روسيا، كان ساعتها الاتحاد السوفيتي واوكرانيا. وفي الاخر الصواريخ المضاده للدبابات. انا بعيد عن السؤال، لكن عايز اقول لكم حاجه. لما مشى الخبراء الروس، كان الكلام ده في 72، انا كنت لحد نص 73 في روسيا. اقسم بالله ما اقوله، وانا قلته قبل كده، عشان اللي بيكذب بينسى هو قال ايه. فالناس بيقولوا لنا، بقول لهم ما بتدوناش ليه سلاح نحارب نهاجم؟ قال لك انت مش هتحارب، انت عندك خط بارليف. خط بارليف اكبر مانع مائي. خط بارليف يا شبابي هو النقط الحصينه اللي لا يسعها ولا يطيعها الا لا ضربه ذريه ولا مدفعيه. وادي بقي زكي يوسف الرجل البطل اللي فكر يفتح في الثغرات عشان نحط الكباري بتاعتنا. فقلت لهم احنا عندنا قنبله ذريه بس ايه؟ غير محرمه دوليا. يمكن الكلمه دي الزياده بس اللي بقولها. قالوا عندك قنبله ذريه؟ ده انت ما تستطيعش تواجه العالم، انت طالب وجاي تقول لنا عندنا قنبله ذريه؟ قلت لهم ايوه. التتار، انتوا ما تعرفوش الشعب المصري لا ينسى حقه، لا ينسى ارضه، لا ينسى ثأره، يحافظ على قدسيته، يصون شرفه وعرضه. والقنبله الذريه اللي عندنا في قلب مصر هي المراه المصريه وزيره الاقتصاد وزيره التموين التي صنعت المعجزات في كل حروبنا. هي المرأة. تحية للمرأة المصرية. جاية يا جماعة أمي وأمكم لما كنت برجع وهي بتبوسني وبتحضني، وست ريفية لا تجيد القراءة ولا الكتابة،
ولكنها ربت صح. كانت معجزة باللا منطقيات، مش المنطقيات. أكبر خطة كده عبور قناة السويس 80,000 جندي عبرنا خط برديف. بعد 6 ساعات كانت الكباري متركبة وعبرنا بالدبابات والمدفعية. هؤلاء الأوغاد المجرمين صدروا للعالم أنه الجيش الذي لا يقهر. بعد 48 و56 و67 إحنا سوبرمان ديان الأعور كان ماشي في العالم بيقول لهم أنا يا ما هنا يا ما هناك. جولدا مائير وهي تبكي، بعد إذن حضراتكم، تبكي. أنا معايا بس أهي صورها. اللي هو معاه كل طب ما احنا في محور تاني ممكن نبقى نكمل في طب أنا هكمل الجزئية دي وهكمل. بيبكي معاه صورها، جولدا مائير بيبكي الأسرى لما عدينا في هذا الوقت. أرجع أقول وأنا في روسيا حصل حوار، كنا بنسألهم أسئلة. ده السؤال الإجابة عليه اللي يا دكتورة ناهي. انتوا ليه يا جماعة كل ما نروح في فيلم نلاقي السينمات عن الحرب العالمية الثانية؟ يقول لك حتى لا ينسى الشباب. يعني يوم ما نزل الفيلم المصري والفيلم الهندي كانت طوابير عليه. قال لك عشان ما ينساش. هذه ندوة وملتقى شهري بيناقش جميع الموضوعات في البلد. كل شهر في موضوع جديد. نحن والأمهات وأولادنا اللي موجودين والأحفاد مسؤولين أن نتعلم أن الشعب المصري صامت، لا يقصى، لا يقع. ساعات بقول كده بختلف، أين تقع مصر؟ قبل ما تقولوا المصري لا تقع أبدا. السؤال أين موقع مصر؟ وموقع مصر في القلب قبل ما يكون على الخريطة. فلا بد يا شباب، لابد. النهارده احنا بنجابه أسوأ حرب نفسية من العالم كله. هكمل جزئية لدكتورنا الأستاذ لما طلعت 1839 ووصلنا اسطنبول. بعدها مباشرة 1840 معاهدة لندن. زي النهارده كأن اليوم بالأمس وقفوا ضدنا وعملوا معاهدة لندن، معاهدة صلح عشان ما ندخلش اسطنبول. هذه مصر، هذا هو شعبنا. فنرجع تاني نقول ان 73 لشبابنا هي رمز للاوغاد اللي ظنوا صدقوا لهم انهم كذا وصدقوا لنا، فكروا انهم صدقوا لنا. الخوف والفزع من حروب متعدده، لكن لا والله. الجمال عبد الناصر رحمه الله عليه، هذا البطل العظيم، كان وضع خطة لو عاش لنفذ ما عمله البطل الشهيد بطل الحرب والسلام أنور السادات. لو عاش. عايز أقول أكمل وأقول وهسيب بس جزئية أن حرب الاستنزاف بدأت من 9 يونيو 67 لما طلع الشعب عن بكرة أبيه يرفض الهزيمة ويقول له ابقى ابقى. كنا من ندوه الشهر اللي فات ابقى فانت سمعت الدكتوره اغنيه الفت في ثواني ولحنت في ثواني ولم تغنى الا مره واحده حيث بقي جمال عبد الناصر الرجل الشجاع الذي كان مسؤولا عن او يعني اعتبر نفسه المسؤول والناس بتحبه وعرفت انه كان الجيش لحارب، الجيش لم يهزم، الجيش لم ينتصر. دي كانت خطه شارك فيها الصديق والعدو. فالنهارده سؤال الدكتوره لابد ان للحديث بقيه، للحديث طول، للحديث تاريخ، للحديث شجن، للحديث شجن وحب، لان ده كله بامر الله. حب مصر. لن نسمح في هذه الايام، لن نسمح لمن يخلق ان يطع ارض مصر. فيا شبابي لازم نحارب من يستطيع انه يشتغل على الكمبيوتر كويس، على النت كويس. لابد ان يصد الابواب والالسنه ويخلصها حمايه لمصر. ولابد ان تعاد هذه الندوات كل يوم في مكان، لابد ان تعاد عبر الاعلام. انا بشكر الدكتوره ناهد ان هي عملت